سلام عليكم. ازيك يا صديقي، عامل ايه؟ المهم، عارف يا صديقي الكلام والحكايات والروايات اللي احنا بنحكيها او بتتعناها عن العالم الاخر او عالم الجن قصدي. وده طبعا علشان نمتع نفسنا او نخلق لنفسنا جو كده من الرعب والاثارة. اكيد في مننا اللي صدق واللي كذب، بس السؤال هنا، يا ترى احنا فكرنا قبل كده ايه عواقب الكلام ده؟ ويا ترى هتكون ازاي؟ المهم ندخل في الفيديو على طول. ولو انت جديد في قناتي ولسه اول مرة تسمعني فاهلا بيك، وتعالى قرب علشان اقولك على الشروط، وهي هتجهز المشروب المفضل ليك والليد، وتسمع بصوت عالي في أوضة ضلمة ولوحدك، ولو حد جنبك فبلاش كلام كتير وبس. وأتمنى لك يا صديقي أقصى درجات الرعب. استمتع. أنا ماهر، يمني الجنسية، زي أغلب اليمنيين مغتربين في بلادهم. وابويا مات بسبب حادثة في المصنع اللي كان شغال فيه، هما بيقولوا كده. فاضطريت انا وامي نرجع اليمن، وامي راحت لاهلها وانا بقيت عايش لوحدي في بيت جدي. بصراحة كان بيت جدي ضخم فيه 3 عائلات، واللي هم اهل ابويا، كل عيال عمامي وعماتي وكده، وكلهم كانوا اكبر مني سنا، ولكن عادل الوحيد هو اللي في سني. وكنا تقريبا انا وهو ما بنفرقش بعض اكتر من الاخوات. المهم بدأت قصتي لما كنا في يوم رايحين للمدرسة. المهم طريق واحنا رايحين للمدرسة لازم نعدي على بئر كده. فراح عادل شاور لي عليه وبدأ يحكي لي عنه، وإن الوادي اللي هناك ده اسمه بئر برهوت، والبئر ده اسمه بئر الجن. فأنا قلت له ليه يسموه كده؟ فراح قال لي علشان ملوك الجن هم اللي حفروه، علشان يكون سجن اللي يغلط في عالمهم. وعارف يا ماهر، ده القصص على البئر ده كتير لا حصر لها. زي مثلا ان في زمان شخص نزل البئر ده وفضل يصرخ يصرخ يجي يومين. لما جم يطلعوه شافوا نص جثته بس. وزي مثلا برضو ان في واحدة حطت ابنها جنب البئر وفي لمح البصر اختفى. انا دماغي بدأت تودي وتجيب والفضول بدأ يقتلني، وتفكيري كله داير حوالين البئر ده. لدرجة إن كنت بسأل كل اللي أقابله عن البئر ده أو الوادي، وكنت بصراحة كل واحد يقول لي قصة شكل، مفيش حاجة ثابتة عندهم. المهم في يوم رحت علشان أشوف أمي عند أهلها، وكان كل اللي في تفكيري يا ترى أمي إيه قولها عن البئر ده. رحت سلمت على أمي وسألتها وقلت ماما، هو أنت سمعت قبل كده عن البئر برغوت؟ ولقيت وشها بدأ يظهر عليه ملامح الخوف وبتقولي انت سمعت فين يا ماهر الاسم ده؟ رحت قايلها ده عادل هو اللي حكالي عنه. راحت قايلالي اوعى يا ماهر تهوب ناحيته، تعرف ان النبي قال ان ماء برغوت هو اشر ماء على وجه الارض. اوعى يا ماهر تجيب السيرة دي تاني، وشيل الموضوع ده من دماغك. بصراحة كده انا سكت لان كان باين على امي انها عارفة حاجة ومش عايزة تقولها لي. المهم رجعت بيت جدي، وفي يوم كنا انا وعادل رايحين قرية جنبنا علشان نجيب علف للخرفان وكده. المهم واحنا معديين بدأ عادل يستفز فيا كده ويضايقني، يعني علشان شكلي كان خايف وكده. فروحت قايل له طب علشان اثبت لك اني مش خايف تعالى نروح الوادي عند البير. راح بصلي كده بخوف واستغراب وقلق، مش عارف بس كانت مشاعره متلخبطة ومردش عليا. وتاني يوم كان كل اللي في البيت رايحين لعيلة أمي، وأنا وعادل قلنا لهم إن مش هينفع نروح عشان ورانا مذاكرة. وبعدين بعد ما مشيوا لقيت عادل جايب سلاح وجايلي، وطبعا وجود السلاح عندنا في اليمن ده شيء أساسي جدا. ولقيته بيقول لي أنا جاهز، إيه رجعت في كلامك ولا لسه قده؟ رحت قايل له أنا خفت تكون أنت اللي رجعت. وخدنا السلاح ورحنا على الوادي، وفجأة حد من الجيران شافنا واحنا ماسكين السلاح. فضل ينادي علينا بس احنا اول ما سمعنا صوته طلعنا نجري ولا اللي عاملين عاملة. مش عارف بعد قد ايه وصلنا الوادي، ووصفه كان كالآتي: وادي قاحل مفيهوش نقطة مية، وكله زي كتل صخرية غير أي صخور في الدنيا. المهم لقينا الأذان بيأذن، فراح عادل قال لي بص يا ماهر، يعني هندخل ونشوف البئر ونخرج بسرعة مع قامة الأذان، ماشي؟ وافقت وبدأنا نمشي ندور على الحفرة. ولمعلوماتكم ان هو مش بير بمعنى الحرف، يعني هو حفرة في الارض سودة وفيها اعفن وانتن مية على وجه الارض، وما بيخشهاش نور الشمس اصلا. وفضلنا ندور على الحفرة لحد ما شفناها، حفرة كبيرة قوي. انا اول ما شفتها قلبي اتقبض قبضة زي الزفت، منظرها مفزع. وفجأة طلع علينا مجموعة حمام سود وفضلوا يضايقونا،
وراح عادل قال لي بقول لك يا ماهر اذكر ربنا علشان ده يمكن يكون الحمام ده جن وجايين يبعدونا عن الحفرة. انا بصراحة ضحكت جوايا كده وقلت في نفسي ايه اللي عادل بيقوله ده؟ طب ما يبقى طبيعي جدا الحمام لازم يضايقنا، مش عيشاشهم وبيوتهم هنا. راح فجأة عادل لفلي وقال لي بص يا ماهر لو طلع علينا حد يتكلم باللهجة الجنوبية غير كده هيقتلوك، لأن أهل الكرة هنا من بعد الحرب بيموتوا أي حد بيتكلم غير اللهجة دي. ده غير كمان إن إحنا في مكان أصلا محدش بيجي فيه كتير، فهمت ولا لأ؟ قلت له ماشي خلاص فهمتك. راح عادل قال لي ايه رأيك نضرب الكام رصاصة في البئر ونشوف ايه اللي هيحصل؟ قلت له ماشي. وراح عادل ضرب الرصاص، بس فجأة ظهرت كمية دخان غريبة لدرجة إننا حسينا إن في حد هيطلع علينا. فروحنا ماسكين الأسلحة في وضع الاستعداد كده، وكان السلاح بتاع عادل شابك في الجلابية بتاعته. هو جه يمسك السلاح راح وقع من إيده، وقع في البئر. راح عادل صرخ وبسرعة نزل علشان يجيب السلاح، وكانت المصيبة إن رجله اتزحلقت ووقع عادل في البئر. وكنت عمال أنادي عليه بصوت عالي، بس أنا في الوقت ده كنت هموت حرفيا. فضلت أنادي عليه لكن مفيش أي رد. المهم بعد 5 دقايق سمعت صوت عياط، فرحت منور الكشاف وقربت من البير كده عشان أشوف عادل. وفعلا شفته، كان واقف على منحدر في جدار من جدران البير، كان ماسك رجله عمال يتوجع، باين عليها مكسورة والدم عمال ينزل منها. قلت له بسرعة اصبر يا عادل هروح اجيب حد يساعدك. جيت امشي راح مزعلي وقال لي لا يا غبي ما تروحش. رحت قايل له مش هتأخر ما تقلقش. راح قال لي يخرب بيتك يا ابني انت حمار، انا مش قلتلك ما تتحركش من هنا؟ قعدت وفضلت منور له وهو عمال يحاول يتحرك وبيتقطع من الوجع. فنزلت له الجاكيت بتاعي علشان خاطر يربط الجرح. وعدت ساعة واحنا على الحال ده، ومددت كده جنب البير ومنزل ايدي عشان عادل يعرف اني ما سبتهوش ومشيت. وعمالين نتكلم وفجأة حسيت بحاجة بتلمس ايدي. انا اتسمرت مكاني وقلت عادل، عادل هو ده انت؟ قال لي نعم، هو انا هوصل لك ازاي يعني؟ ايه طيب طب لو مش ده انت يا ترى يبقى مين؟ هي دي النيلة، ممكن يكون تعبان ولا حشرة، بس انا حاسس بايد بني ادم. رحت قايم بسرعة ونورت الكشاف وحاولت اشوف ايه اللي لمسني، بس مفيش حاجة اصلا في البير. وعادل كان على نفس الحال، وراح قايل لي هدي نفسك يا ماهر ده بيتهيألك اكيد. المهم رجعت نمت في نفس المكان، بس حسيت ان دماغي تقيلة اوي وحاسس بصوت صفير في وداني. فقمت علشان ابص في البير، فجأة الاقي عادل حواليه تعابين كتير قوي، وعمال يمسك كل تعبان ويقطم راسه اسنانه اللي بقت زي الثعلب من كتر ما هي كبيرة، والنابين خارجين اللي بعد دقنه. راح بصلي، واول ما بصلي لقيت التعابين كلها متجهة ناحيتي. انا طلعت اجري ورحت اتداريت ورا جبل اسود، وانا مستخبي وعمال ابص على التعابين كده فجأة الاقي ايدين على كتفي. فرحت متدور ولقيت شخص غريب، فراح سألني انت بتعمل ايه هنا؟ وكانت المصيبة اني رديت بتأتأة انا هنا لان ابن عمي وقع في البير. راح ردد عليا كده باستغراب البير؟ اصلا ايه اللي جابكوا هنا من الاساس؟ رحت قلت له كنا عايزين نشوف البير. فجأة سمعت صوت صريخ من عادل من عند البير، فرحت متلفت علشان الاقي 5 رجالة طوال لابسين لبس غريب جدا وواقفين حوالين البير، وعمالين يبصوا بتركيز جوه الحفرة. بس يا ترى ليه عادل عمال يصرخ كده؟ لا 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 انا لازم اروح اشوفه. فرحت جريت ناحيته، وانا عارف دلوقتي ان انتوا هتسألوا على الشخص اللي جه في ظهري وكده. احب اقول لكم ان هو اختفى فجأة زي ما ظهر فجأة. فرحت جريت ناحية البير، وفجأة اختفت الاشخاص اللي كانوا حوالين البير والكشاف وعادل ومفيش غيري في الوادي. وبعديها بدقايق لقيت صوت جاي من ورايا، رحت متلفت ولقيت الشخص اللي ظهر لي وعادل قدامه متكتف وراه ال5 رجاله اللي ظهروا. والمصيبة ظهر أفعى كبيرة قوي بلعت عادل في لمح البصر. وكانت الصدمة لقيت الشخص مسك الأفعى بكل سهولة وفصل راسها عن جسمها وراح مشاور لي بصباعه على البير. وبتلفت علشان الاقي بيطلع من الحفرة نفس الأفعى اللي لسه ميتة. ولا ايه ده؟ دي مش واحدة، دي 2 لا 3 لا 10 لا 100. يا نهار اسود، انا رجعت لورا والبير زي ما تقول نافورة تعابين اتفتحت. طلعت اجري بس لقيت مسكني واحد من الرجالة الطوال، وفي لحظة لقيته مسكني من رجلي وراح موديني ناحية البير وقلبني راسا على عقب. وظهر الشخص تاني وبدأ يقول لي شايف يا ماهر كل التعابين دي انت السبب، انت وقريبك في خروجها. دلوقتي عايزك تسدلي الفتحة دي.
رحت قايل له انا والله ما عملتش حاجة، انا حبيت ابص بس على البير. وراح قايل لي واديك بصيت، دلوقتي جثتك هي اللي هتقدر تسدها. وراح مصرخ صرخة خلت الدم ينشف في عروقه. ولكن فجأة بقينا كلنا بنسمع أصوات أنين، لكن ده مش أنين بس، ده كمان في كلام في وسط الأنين. بقى الوادي كله بيخرج منه الأصوات التمتمة دي، مش قادر أوصف ساعتها كنت مفزوع إزاي. وفجأة حصل حاجة غريبة أوي، إن الشخص والخمس رجالة بما فيهم الراجل اللي كان شايلني راح رمينا على جنب كده، ونزلوا كلهم على ركبتهم وأكنهم بيحيوا ملك كده أو بينحنوا الملك. فانا ساعتها استغليت الفرصة وطلعت اجري باقصى ما عندي لدرجة اني مش قادر اخد نفسي، واقف شوية واخد نفسي وارجع اكمل تاني جري. بس لحظة كده، دي مش قصداني انا، دي بتجري من حاجة. يا ترى هي ايه؟ عارفين المصيبة اللي طلعت ايه؟ طلع حصان اسود كبير قوي. اقدر اقول لكم ان كلمة مسخه قليلة جدا على المنظر اللي انا شايفه، منظر فعلا بشع. ولكن كانت الصدمة من اللي راكب على الحصان، كائن بشع المنظر حرفيا، شكله مفيش مخيلة عقل بشري يقدر يتخيله. انا طلعت اجري في الاتجاه التاني، ولكن فجأة ظهر الشخص ومسك راسي وخلاني انزل على ركبتي ووطى راسي كده للارض، وكمان هو عمل كده. وبعد لحظات من اصوات الرفس على الارض، افتح عيني على 3 حصينة سود واقفين قصادي، والارجول الله اعلم بقى بني ادمين ولا جن دول. بس نزل الكائن اللي في المقدمة وراح قايل للشخص اللي ماسكني سيبه. وهنا شفتهم، واحد من غير ايدين والتاني من غير رجلين، واللي كان قصادي هو مقطوع راسه من غير راس يعني. صرخت وعمال افرك واحاول اتحرك، بس في حاجة مكتفاني رغم الشخص اللي بجنبي سايدني، بس فعلا مشلول مكاني. ورحت قايل لهم انا من القبيلة اهلها السكان الاصليين لهذه الارض، وجدي هو كبير العيلة. وفجأة راحوا ضحكوا كلهم، وقال زعيمهم اللي كان واقف قصادي مين انتوا علشان تقولوا انكم السكان الاصليين للمكان ده؟ احنا ساكنين الارض دي من قبل النبي الله ادم لما يتخلق، وتقولوا للسكان الاصليين؟ بس للاسف مجبور علينا اننا نعيش مع جنس البشر بارض واحدة، وكان الشرط اننا يكون بينا وبينكم مليون حاجز وحد. وراح بصص الكائن ده للشخص اللي ورايا وقال له فين اللي كان معاه؟ راح ردد عليه وقال له ما تقلقش انا اهتميت بامره. وراح كلهم ضحكين. ان ساعتها فضلت اصرخ بهستيريا وفضلت اقول عادل، لا عادل لا، بلاش عادل، وديتوه فين يا ملاعين؟ وفجأة راح مقرب مني الكائن وقال انا ملك وادي برهود، ودول كلهم اتباعي، وعارفين التعابين اللي شفتوها دي؟ دول كانوا حراس ليا، بس كانوا محبوسين وانتوا حررتوهم بلعبكم حوالين البئر بعد ما كانوا محبوسين من آلاف السنين. بس عارف انا جايلك مخصوص هنا. انا ساعتها من كتر الرعب حاسس ان امعائي هتخرج مني، وفضلت اقول يا رب انقذني، يا رب ساعدني. ورحت مصرخ وقلت هتعملوا فيا ايه؟ راح الكائن قعد قدامي ومسك راسي وبدأ يتكلم بطريقة في قمة الفزع والرعب، وده حرفيا صوت من الجحيم يقشعر له الابدان. وده غير اني مش عارف بيتكلم ازاي. وراح بدأ يقول لو عايز مصيرك يبقى غير مصير اللي قبلك استسلم واخضع ليه. رحت قايل له وانا في اشد خوفي انت عايز مني ايه؟ وراح قام ورجع كام خطوة وقال لو عايز تنجى يبقى لازم تخضعني، ولو عايز تهرب اهرب، الوادي كله ملك ليه ومليان حراس، ده غير اللي انت وقريبك حررتوهم، ودول متعطشين لتعذيب البشر اللي زيك وزي قريبك. نزلت راسي وانا في ندمان ومقهور وخايف، وقلت في نفسي يا رب يا رب اكون بحلم، يا رب اكون بحلم. وفجأة اصوات ضحكهم كلها جبرت اعضائي انها كلها تترعش من كتر الخوف، وده غير نظراتهم ليا اللي بقت تقتلني حرفيا. رحت وقفت وطلعت اهرب جري بعيد عنهم، وظهروا لي الافاعي تاني، ولكن فجأة وفي لحظة اشوف عين من عينيا الاتنين تطير قصادي. محطتش في بالي وتجاهلت كل ده، وفضلت اجري على امل ان اخرج من الوادي الملعون ده. وفجأة وانا بجري اتكعبلت في حاجة خلتني وقعت على راسي بقوة شديدة جدا. حاولت اقوم وهنا كانت المصيبة، انا ما قدرتش علشان كان في ايدين وخارجين من تحت الارض ماسكين رجلي الاتنين، وفضلت احاول افك رجلي واسحبها بس ما قدرتش. بقى يخرج من تحت الارض وبصلي بشر وغضب جدا، كان شبه الكلب بس ده مش كلب بس، ده كان ليه ايدين ورجلين وحاجة في منتهى البشاعة. بقيت احاول اسحف على الارض واحاول اذكر ربنا بس ما كنتش قادر،
مفيش لحظات وعرفت أقوم وأجري، وعلشان أشوفه بيجري ورايا جسم كلب بيجري على رجلين بني آدم وليه إيدين برضه زينا. لا ولا ده ما كانش واحد بس، ده أكتر بكتير، ده كأنها ماسورة وطفحت، بيخرجوا من كل مكان، من ورا كل جبل ومن كل حفرة، أشكال بشعة، حيوانات متركبة على حيوانات أخرى. هو ده المفهوم الحقيقي بتاع الكائنات الغريبة وبشعة. وقفت مكاني بس من غير ما اخد بالي اترميت بعيد وكلهم واقفين حواليا عايزين يلتهموني زي لما بتقف انت كده حوالين حاجة شهية. مفيش ثواني والاقي الشخص ماسك حد وبيسحبه ناحيتي. ايه ده يا لهوي، ده عادل! عيطت غصب عني وبقيت انادي عليه بخوف على امل ان هو يرد عليا، بس مردش، وراح رماه قدامي وحط رجله على صدر عادل وبدأ يضغط بقوة شديدة لدرجة إن صدر عادل انفجر من الدم. عادل بقى جثة مرمية على الأرض، وراح الشخص مسك عادل ورماه للكائنات اللي واقفة حوالينا وجريوا على جثته زي ما تقول كلب واترماله حتة عظمة. المهم الشخص ده جه وقرب عليا وحط رجله على صدري وبدأ يقول لي بهمس: آخر فرصة ليك يا عادل، الملك برهوت منتظرك عند البئر. فرحت قايل له وأنا في قمة الهزيمة والرعب: خدني ليه. وراح ماسكني من رقبتي وبقى يزقني ويسحبني لغاية ما وصلنا عند البير، بس أنا ما شفتهوش هناك. وهنا سمعت صوته بيقول لي: قرب قرب يا ماهر. ما كنتش عارف مصدر الصوت ده ايه، يا ترى البير ولا الجبل ولا الهوا، بس كان صوته واضح جدا. واتقدمت للبير وكل الكائنات واقفين حواليا مستنين إشارة إنهم ينقضوا على فريستهم اللي هي أنا يعني. وراح قايل الكائن بصوت اتردد في وداني: عشان تكون شخص من أتباعي وخاضع لي، ارمي نفسك في البير. كنت سامع أصوات صراخ وألم وبكاء وصوت مية بتجري من جوه البير ذات نفسه. عدى كل ده على شريط حياتي بسرعة وكأني مستني الموت. مات أبويا موتة الكل كانوا بيقولوا عنها موتة بشعة، دلوقتي ابني بيموت أبشع مني. ورحت قايل: يا رب سامحني بقى. ورحت رامي نفسي في البير الضخم، وبغمضة عين ألاقي نفسي في مكان كبير جوه الأرض، وأرض سودا والسقف أسود منه. وفجأة سمعت صوت من ورايا وهو بيقول لي: أنت دلوقتي في عالمي يا ماهر. واتدورت علشان ألاقيه جاي ناحيتي في صورة راجل عادي بيبتسم لي بخبث جدا. وراح مسك راسي وبدأ يتنقل لحد ما وصلت لظهري، بس أنا ما كنتش حاسس بوجع. وبدأ يحرك إيدي ورجليا وأكني لعبة في إيده وبيشكلها زي ما هو عايز، بس أنا ما حسيتش برضه بأي وجع، رغم ان هو كان بيتني ايدي باشكال محدش في البشر يقدر يتنيها. راح بعد عني وفضل يضحك بخبث كده وقال: انت روح تانية من وشخص اخر في عالمي. وهنا مع اخر كلمة هو قال سمعت صوت غريب، كان صوت شيخ بيقرا قرآن، بس اللي ما فهمتوش ليه الكائن ده بيصرخ وعايز يهجم عليا. راح الكائن ضربني على راسي ضربة خلتني اغمى عليا، وبعدين فتحت عيني علشان الاقي نفسي في بيت جدي. في البداية قلت إن ده حلم، بس كل كلامي غلط. لقيت أهلي كلهم متجمعوا حواليا عمالين يسألوني إيه اللي حصل إيه اللي حصل. ورحت سألتهم على إيه اللي حصل لي. راح واحد من الموجودين حواليا رد وقال إن الراجل جارنا شاف إحنا رايحين ماسكين سلاح ناحية الوادي، راح قايل لجدك وطلعنا ندور عليكم، بس بعد حسينا بخيبة الأمل وما لقيناكوش. واحنا معديين في يوم على الوادي كده سمعنا صوت كان صوت قرآن، على الرغم من ان الوادي كبير لكن كنا سامعين صوت القرآن بوضوح جدا. ولما دخلناه ومشينا ورا الصوت وصلنا عند البير، وهنا لقونا انا وعادل على منحدر، بس عادل كان ميت وكانت رجله مبتورة وانا كنت مرمي فوقه. ودوروا على تليفوني، بس الغريب ان فعلا ان صوت القرآن موقفش الا لما انا خرجنا من الوادي. وطبعا ارسلوا جثة عادل للمشرحة، وجيت انا حكيت لجدي وعمامي على اللي حصل لي، بس محدش صدقني. وطول الوقت اللي كنت فيه موجود عند بيت جدي ابو وام عادل بيلوموني على اللي حصل، انهم كانوا فاكرين ان ده اللي انا السبب فيه. وسبت البيت جدي ورحت لامي وعيلتها وحكيت لهم على اللي حصل، بس بقى مين اللي يصدقني؟ ودي كانت ابشع لحظات مرت عليا وانا كنت عايش. وكده يا صديقي تكون خلصت قصتنا النهاردة. ياريت لو سمحت من فضلك يعني تشترك في القناة وتدوس لايك وتدعمني علشان صوتي يوصل لأكبر عدد من الناس. وممكن بس أقولك على حاجة أخيرة، إن في قصتين أحب أرشحهم لك بشدة جدا، هتشوفهم دلوقتي هيظهروا لك وبس. وأتمنى إني كنت نلت إعجابك وحبك، وكمان تكون عجبتك قصتي
واشكرك يا صديقي على سماعك القصة، وشكرا.